سلاف هو خرجي شريكة بالجريمة قبل سقوط النظام وبعده. اليوم الفيديو ممل جدا، فإذا أنت مالك مهتم بمحاسبة سلاف هو خرجي لا تتابع الفيديو. اليوم رح يكون آخر فيديو عن سلاف هو خرجي، لأنه بصراحة استماع لهي الشخص كتير أمر سقيم ومتعب، وهي شخص كتير تافه وسطحي، ومشان هيك رح فوت بالموضوع دغري. بداية ليش لازم نحاسب سلاف هو خرجي؟ في كتير عالم سألتني إنه ليش لازم نحاسب سلاف هو خرجي؟ وإنه ليش عم تكرر حكي عنها وتحكي عنها وتطلع فيديوهات عنها؟ مجرد كونها فنانة مو معناها انه نتسامح عنها بغض النظر عن نوع فنها، بس انا كإنسان طبيعي مستحيل اتعايش مع شخص مجرم، فما بالكم مع الشعب كامل بده يتعايش مع الفنانة سلاف واخرجي وهي عم تكرر اجرامها وتعيد الجريمة تبعها. سلاف واخرجي إلها متابعين كتار، ولما بتقول كذبة او بتعمل جريمة في كتير من الاشخاص عم يرددوا هي الجريمة وهي الكذبة مرة تانية وثالثة ورابعة بناء على اقوال سلاف. الأمر هذا بيهدد السلم الأهلي ومشاكل مجتمعية كتير كبيرة. إحنا بهذا الوقت عم ندور على عدالة انتقالية. هاي العدالة مو معناتها انتقام، ولكن نحن لازم نحاسب الأشخاص المجرمين. فأهم أمر من محاسبة سلاف وآخرجي هو إغلاق الباب على الفتنة اللي رح تصير، وكمان على المشاكل اللي عم تتكررها الأشخاص المتابعين لسلاف وآخرجي. خلينا نحكي أول شيء قبل سقوط النظام. كانت سلاف مو ممثلة، كانت أداة إعلامية للنظام تبرر جرائمه وتحكي عنه وتبيض صورته بشكل كتير 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 وسخ. استغلت شهرتها لتبرر هي الجرائم اللي عم يقوم فيها النظام. طلعت بأكثر من 200 مقابلة أو بيان صحفي وحكت فيها عن النظام وقديشو منيح، وعن بشار الأسد قديشو شريف، وعن الجيش وقديشو منيح، وكتير بررت للنظام. ما في حدا مجبر على رأيي أبدا، أنا مقتنعة فعلا وحكيت مقتنعة؟ مقتنعة. بتعرف ليش؟ وبرجع بقول لك جوابي كمان مرة. لأنه كان وجود الرئيس، أنا عم دافع عن مو عن رئيس بعينه، مو عن اسمه، عن سيادة المنصب، لأنه كان صمام أمان لحتى ما يصير فينا مثل ما صار هلأ بليبيا. أكيد حكما أنه رئيسي هو أبدا ما هو إنسان ديكتاتور، هو إنسان كتير يحمل صفات الإنسانية والطيبة بالوقت المناسب والحزم بالوقت المناسب. لما كنت عم أقول من شوي إنه هو زعيم، هو فعلا زعيم. إلى جانب أنه هاجمت الثوار والشعب وقالت عنهم إرهابيين ومرتزقة. إرهابيين المأجورين باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم مقابل حفنة من الدولارات. ما هو الشعب برضه اللي عامل ثورة، مو الشعب هو اللي عامل. أمال مين اللي عامل الثورة؟ قلة قليلة. فهدول مشكلتين، المشكلة الأولى أنه تبرر النظام، والمشكلة الثانية أنه تجرم الشعب. المشكلة الثالثة هي إنكار فظائع النظام، إنكار المجازر. في فرق بين أنك تبرر النظام وبين أنك تقول هي المجزرة ما صارت. هي كانت تقول أنه مجزرة الكيماوي ما صارت، سجن صيدنايا ما صار، تحكي كلام كره الشعب السوري فيها. وهذا الأمر كان باين بلقاءاتها، وحتى سألوها المذيعين إنه أختي شو رأيك أنت بهذا الرد تبع الشعب؟ فقالت لهم هدول المغرضين وهدول الإرهابيين وهدول قلة قليلة. يعني هذا لحاله جريمة. الحرب فيها ضحايا أبرياء، فيها أطراف بيغلطوا، وفي دائما ضحايا أبرياء. كل هاد مع استخدام شعبيتها وشهرتها والفن تبعها، وحتى طلعت بمسلسلات وعملت نفس العملية، كررت نفس القصة. ولكن أهم وحدة من هدول الجرائم كلياتها هي الجريمة الرابعة، إنه كانت تروح تلصق جرائم داعش بالمعارضة. كل شيء تساويه داعش تقول لك هي المعارضة اللي ساوته، كل شيء تعمله داعش تقول لك شوفوا هي الإسلام، هدول الإسلاميين، هدول المتدينين هيك عم يعملوا. السلق، الذبح، القتل على الهوية، كله هاد تبع داعش، تروح تلصقه بالمعارضة. الانتهاكات الموجودة باسم الدين هل هي مسموحة؟ نحن كنا عم ننذبح وننسلق، وقت بصير في نحر على دين أو على طائفة، هذا ما حدا خوفنا، هذا شفناه بعيننا نحن، هذا عشناه وقت أي حدا بس على طائفة عم يذبح من الجهة الأخرى، هذا عشناه نحن، شفناه بعيننا. متناسية تماما إنه المعارضة كانت عم تحارب داعش قبل النظام. قبل ما النظام يشهر سلاحه على داعش كانت المعارضة هي اللي عم تقاتل داعش. كلها بصب بالقانون الدولي. القانون الدولي شو بيقول؟ وفقا للمادة 25 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أي شخص يساهم في التحريض على الجرائم ضد الإنسانية يعتبر شريكا فيها. أي شخص يساهم في التحريض على الجرائم ضد الإنسانية يعتبر شريكا فيها. يعني تبرير النظام، تشويه الشعب، إنكار المجازر، وتشويه المعارضة وتقول عنها جرائم ما صارت، هذا كله يصب في القضاء ويصب في القانون، إنه أنت عم تحرضي على الشعب.
وبناء على هي المادة تحاسب سلافة وخرجي في القانون الدولي. السبب إنه ما تحاسبت فيه قبل إنه كان النظام حاميها وما في حدا تقدم بدعوى رسمية إلها. أضف إلى ذلك إنه سلاف نفسها زارت كتير من قيادات النظام ومن المواقع العسكرية للنظام بصور وفيديوهات، وهذا الأمر منشور. ومن أهم القيادات اللي زارتهم هو ماهر الأسد، وهو باعترافها قالت إنه أنا زرت ماهر الأسد. ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، واحدة من أهم الفرق اللي نفذت جرائم ضد الشعب السوري. حسب المادة 7 من ميثاق روما، الترويج والتغطية على جرائم الحرب يعد مساهمة مباشرة فيها. الترويج والتغطية على جرائم الحرب يعد مساهمة مباشرة فيها. انت كشخص طلعتي على نقاط عسكرية، هي اسمها ترويج لهي النقطة العسكرية. انت كنت عم تروجي لجيش بشار الأسد، كنت عم تروجي لقيادات بشار الأسد، انت كنت عم تروجي لماهر الأسد نفسه. بنفس الوقت أنكرت مجازر مثل سجن صيدنايا. بنفس الوقت منظمة العفو الدولية وصفت سجن صيدنايا بالمسلخ البشري. هذا كله قبل النظام اللي حنضبه ونحطه على جنب، ورح نعتبر مثل ما عملت الحكومة إنه أخي اذهبوا أنتم الطلقاء. أوكي تمام يا سلام. ظهر معنا ممثلين ومشاهير عملوا تكويعة وقالوا أخي نحن ما كنا بنعرف وشي ما بنجهله وما دخلنا، وبناء عليه الدولة أعطت أمان. لكن سلاف ما اتبعت هذا الأسلوب أبدا. قعدت على الكرسي، فتحت الميكروفون، وهاجمت مرة أخرى الضحايا، وأنكرت المجازر، وصفقت لبشار الأسد وقالت عنه شريف. قد تكون ثورة بالأيام الأول فقط لا غير، فقط لا غير. فعلا في ناس لها مطالب ومحقة، ونحن عنا مطالب، والناس كلها عندها مطالب، ويا ريت استمرت ثورة صحيحة، وإلا كلياتنا كلنا معه. هو يلي سرق ثورتهم هو التوجه الديني، ويا ريت استمرت ثورة صحيحة، وإلا كلياتنا كلنا معه. بس هي لم تستمر ثورة. شو صارت؟ هي صار في التفاف عليها لتوجه ديني، فات التوجه الديني يحكم الثورة، ولم تكن معارضة سلمية. أنا عم بحكي في أيام لم تتعدى الأيام، أيام أولى فقط، 4-5 أيام، يعني مو 10 أيام حتى. مجازر الحولة، الغوطة، دوما، خان شيخون. طيب. الحديث عن 14,000 معتقل ماتوا تحت التعذيب بين 2011 و 2015. الكيماوي، البرامين. طيب هلأ نحن ما لنا بصدد نقعد ندافع عن هالتفاصيل، بس لأنه هذا حديث يروى طويل جدا. ليس كل ما قيل صحيح. يلي قلتي الرئيس شخص طيب شريف. شو بعد قلتي عنه؟ شريف. وبعده؟ لحد هاللحظة أنا بشوفه هيك. شو بتشوفيه؟ بشوفه هيك. بشوفه هيك. أضف إلى ذلك إنه هي ساهمت في تشويه تاريخ الثورة، وصارت ترجع تكرر نفس السيناريو تبع إنه داعش هي المعارضة. كل الكوكب بيعرف إنه المعارضة شيء وداعش شيء تاني، إلا عند سلاف تروح تلصق كل مشكلة وكل تهمة عن داعش بالمعارضة السورية. صار في اسمها معارضة مسلحة. شو يعني معارضة مسلحة؟ شو يعني لما سلاح بيطلع من جامع؟ المجازر يلي صارت هي شو؟ لما مستشفى بحلب الكندي، مستشفى من أهم مستشفيات الشرق الأوسط للسرطان، بتتفجر، لما مدرسة أطفال صغار بيموتوا بحمص، ولما شباب بعمر الورد عم يتخرجوا بيموتوا، ولما ناس على الهوية أو على الطائفة بتنشق وبصير فيها كتير، لما سيدات يغتصبات، الأزيديات يلي صار فيهم. واستمرت بنفس الأكاذيب. وحتى المذيعة لما سألتها هل تقبل أن يحاكم بشار الأسد، فهي قالت لا، هو ما عليه شيء، وإن كان عليه قبل ما تحاسبوه روحوا اعملوا قضاء وعدل وبعدين تعالوا حاسبوه. لأنه الدرجة هاي من الجريمة، لو ما هي شريكة حقيقية بالجريمة ما بتقول هذا الكلام. هي مفكرة أنه كغطاء فني ولأنه هي مشهورة معناتها هي محمية، لكن هذا الأمر لازم يوضع عليها تحت 50 خط إنه هي يجب أن تحاسب أكثر من غيرها. وحدة عم تقول بشار الأسد لا يحاسب، معناتها مش المجرم الصغير رح يتحاسب. في ناس عذبوا، في ناس عملوا ولازم يتحاسبوا، بس في ناس بشار كمان لازم يتحاسب. إذا في طبعا إذا في مش هو طبعا مش هو كان الرئيس طبعا يبقى هو اللي كان المسؤول إذا في محاكمة عن كل حاجة غلط يا حصلت. ريت يكون في محاكمة عادلة، يا ريت يكون في قضاء.
نحن هلا حاليا ما عندنا قضاء، نحن هلا حاليا ما عندنا قانون، نحن هلا حاليا ما عندنا دستور. يا ريت هدول حتى المجرمين يروحوا يتحاكموا، ولو القاضي حكم عليه انه هو له ظالم من الله ما يستحق، مثله مثل كتير، وكل واحد بياخذ من الله ما يستحق. يعني أنت مع محاكمة بشار الأسد؟ إذا يستحق المحاكمة يتحاكم، بس يكون في قضاء وفي قانون، وله ما له وعليه ما عليه، والتاريخ يحكم. بناء على القانون الدولي الواضح بيقول حتى بعد سقوط الأنظمة يبقى الترويج للمجرمين والتحريض على تبرير جرائمهم مسؤولية قانونية وأخلاقية. ووفق المادة 7 من ميثاق روما أي شخص يواصل التغطية على الجرائم يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة. قضية صيدنايا كانت مكشوفة قبل سقوط النظام، وكانت سلاف عم تغطي عليها. بعد سقوط النظام صارت مكشوفة، والمحققين دوليين دخلوا على سجن صيدنايا وشافوا أقذر طرق التعذيب بسجن صيدنايا. مع هيك ضلت سلاف تقول لا مو صحيح، ونحن ما نعرف، وما موجود المكبس، غرفة الملح ما موجودة، ما في أطفال، ما في سجن بصيدنايا. وبالآخير لما تضيق عليها الموضوع قالت طب في غوانتنامو. يعني انت معترفه ان في ناس اتاذت؟ اكيد طبعا، لانه هلا شفناها، بس قبل ما كان في حدا سوري بيعرف. الاطفال الطفل اللي ممكن. شفتيه طالع من السجن حسيتي بايه؟ ما بعرف اذا هذا الشيء حقيقي ولا لا. ما شفتيش المكبس؟ هل لا. المكبس دي قصه مش شايفاها مش حقيقيه؟ لا مش حقيقيه طبعا، لانه طلعوا قالوا مش حقيقيه. روحي على سجن ابو غريب ولا غوانتنامو ولا سجون بإدلب ولا بكل أنحاء العالم. طبعا سجون غير آدمية طبعا. انت عندك بس غوانتنامو ما بيحبسش الامريكان. غوانتنامو معمول عشان يحبس اعدائهم اللي هم شايفينهم اعداء. في كتير سجون لكن ما بيحبسش اهل البلد. هذا ما اسمه تبرير. بناء عليه لساتها عم تواصل تبريرها لجرائم شخص اساسا هرب برات البلد، فعليه يجب محاسبه سلاف وخرجي بناء على القوانين الدوليه. الأول رقم 25 من ميثاق روما، واللي بيقول كل شخص ساهم في الترويج أو التحريض على الجرائم ضد الإنسانية يعتبر شريكا فيها. والثاني المادة 7 من الميثاق نفسه، الترويج لجهة ارتكبت مجازا ضد المدنيين يعتبر مساهمة مباشرة فيها. بالإضافة إلى وفق القوانين الإنسانية تبرير القتل والإبادة جريمة أخلاقية قابلة أن تكون قانونية. نحن إذا إجا واحد وقال القاتل لازم نعطيه تبرير، يعتبر بمثابة جريمة قانونية، لأنه هذا أمر لا إنسان. فما بالكم بواحد مجرم بإبادة جماعية، كيف أنت عم تبرري له؟ لأعطيكم بعض القوانين اللي بالدين سلف وخرجي. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ICC، سوريا ما مصادقة عليه، ولكن نقدر نحاكم سلف وخرجي عبر المحكمة الدولية بأي دولة كانت. اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها بتقول المادة 3 المشتركة تحظر المعاملة القاسية، التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. البروتوكول الإضافي له بيقول يمنع أي دعاية تدعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين. كل شيء كانت عم تعمله هذا دعاية لارتكاب جرائم ضد المدنيين. أضف إلى ذلك القانون التالي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR، المادة 20 تحظر أي دعاية للحرب أو التحريض على الكراهية القومية أو الدينية، مثل لما كانت تقول إنه عم يطلعوا من الجامع وإسلاميين ودينيين وهدول يعني عادي نقتلهم ما في مشكلة. أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع الأشكال التمييز العنصري، المادة 4 تحظر نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض ضد المجموعات العرقية والقومية. نفس الآلية، بما أنه سلاف عم تحرض على القتل، وبما أنه عم تبرر القتل، فعم تبرر قتل المدنيين اللي من طائفة أو من دين مثل ما قالت ومثل ما عم تسمعوها. أضف إلى ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب CAT، المادة 4 تجرم أي شخص يشارك أو يتواطأ مع التعذيب أو يبرره. انتبهوا على المادة شو خطيرة، تجرم أي شخص يشارك أو يتواطأ مع التعذيب أو يبرره. القضية ما قضية صغيرة. تبرير التعذيب بناء على التصرفات اللي كان يعملها بشار الأسد أمر جرم يحاسب عليه القانون. نحن عم نطالب بعدالة انتقالية. سلاف وخرجي تهدد العدالة الانتقالية وتهدد السلم الأهلي. ليش تهدد هون؟ لأنه لما تقول سلاف كلام رح يكرر هذا الكلام متابعينها ومعجبينها. في هذا الشخص اللي ترك هذا التعليق على اليوتيوب وقال أنا ما أتابع أي فيديو مسيء عن سلاف وخرجي. بعد شوي تواصلت معي على الفيسبوك وقالت إنه تصرفات وكلام سلاف وخرجي صحيحة. بشار الأسد ما له مجرم، بشار الأسد ما له قاتل، بشار الأسد ما هرب.
وهي التصرفات اللي صارت بسجن صيدنايا مو صحيحة. هذا كلام منين جابته؟ هي جابته أساسا من سلاف فؤاد خرجي. أثر سلاف فؤاد خرجي على المجتمع أمر خطير جدا. تخيل أنت كمدني أو كأهل مصاب أو جريح أو شهيد أو معتقل عم تسمع واحد عم يقول لك لا ما صار هذا الحكي. شلون بده يصير سلم أهلي بالموضوع؟ أنا شخص شهدت مجزرة الكيماوي وكنت فيها، كيف بدي أتقبل لما يجي واحد يقول لي لا ما صارت مجزرة الكيماوي وأمر بسيط ولا كله هذا كذب؟ أخي مات بإحدى المعتقلات، كيف بدي أرضى أنه يقولوا لا ما صار معتقلات وكان هذا كله كذب ويمكن قتله ضد داعش، مع أنه علما أنه نحن بنعرف اللي قتله؟ كيف بدي يتقبل من شخص يقول لا هي كانت حرب ضد جماعات مسلحة وكنا عم نشوف البراميل المتفجرة عم تنزل على المدن، كنا عم نشوفها بعيننا، ما عم نحكي عن فيديو، كنا عم نشوفها بعيننا بداريا، بالغوطة، بحمص، بريف إدلب، بكتير مناطق شفناها بعيننا. عدد الشاهدين على المجازر عدد كبير كتير يفوق الملايين. تيجي وحدة تقول لا ما صار هذا الحكي، كيف نحن بدنا نتقبلها؟ إذا ما كانت هي تحت التهديد فنحن اللي تحت التهديد، يعني إما هي عم تهددنا أو نحن عم نهددها. هذا يهدد السلم الأهلي، لازم يحاسب هذا الشخص. وبرجع بعيد، مخاطر عدم محاسبة سلاف وأمثالها رح يعيد إنتاج الكذب والتضليل، رح يرجع يسمح للعالم بتصديق هي الأكاذيب اللي كان عم يقولها بشار الأسد على مدى 13 أو 14 سنة، بالإضافة إلى إهانة أهالي الضحايا وإهانة الضحايا وضعف العدالة. يعني كيف بدك تروح تحاسب شخص مثلا قتل شخص ويقول لك هذا المجرم يقول لك طب انتم ما حاسبتوا سلاف فؤاد خرجي، ما حاسبتوا اللي قتل 30 شخص، ما حاسبتوا اللي قتل 100 شخص؟ اذا ما حاسبنا هدول ما نقدر نحاسب الصغار. بالاضافه الى تعميق الانقسام في سوريا، نحن اليوم بسوريا قسمين، قسم سعيد بانهزام بشار الاسد وقسم فلول ويطمح الى عودة بشار الاسد والنظام القمعي. الانقسام هذا كل ماله بيزيد طالما في مين عم يروج لأكاذيب بشار الأسد وكلامه. الناس ما كانت قادرة تحكي ومشان هيك الأكاذيب كانت منتشرة، لكن اليوم ما عاد في مكان لأنك تكذب. في أشخاص غير سلاف يجب محاسبتهم أو يجب وضع خطوط حمراء تحت اسمهم حتى ما يتمادوا. هذا الأمر بعد محاسبة سلاف، لأنه إذا ما تحاسبت سلاف هدول رح يتمادوا، مثل دريد لحام ومثل مصطفى الخاني ووائل رمضان حتى رشا الشربتجي، وبدون ما ننسى سوزان نجم الدين وباسم ياخو. هذا الفيديو موجه للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ولوزير العدل في الحكومة السورية، وللنائب العام في دمشق، ولكل محامي شريف في سوريا، حتى لكل منظمة حقوقية خارج سوريا. يجب محاسبة سلاف فؤاد خرجي حتى ما يتفاقم الوضع. وانت اليوم بما انك تابعت الفيديو يجب عليك مشاركة هذا الفيديو مشان العالم توصل له المعلومات. نحن ما عم نحكي بس مشان سلاف فؤاد خرجي، نحن عم نحكي ثقافة عامة للمجتمع بالكامل. ما بصير حدا يبرر جرائم بشار الاسد، ما بصير حدا يقول انه والله هذا الشيء ما صار. هذا الشيء صار، في عالم عانت من وراه، ملايين اللي عانت من وراه. سعادة البشر اليوم بذهاب بشار الاسد لانه عرفان انه خلصت المعاناة، وعليه يجب كلياتنا انه نقف وجه كل واحد بيكذب أو بيبرر لبشار الأسد، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة سلاف فؤاد خرجي ووضعها تحت قبضة العدالة اليوم قبل بكرة.